بسم الله الرحمن الرحيم. إلى محبي زراعة الروف، شايفين الكتكوت الجميل ده؟ أنت يا كتكوت. إلى محبي زراعة الروف، لو أنا هزرع على سطح عندي بجهز الآثاري زي كده، بجيب الرملة، بجيب المادة العضوية سواء سبلة الدواجن أو كومبوست. الكل بيجيب زي كده زي ما احنا شايفين ويقلب ويحط في القصرية ويزرع الزرعة فورا. ده غلط. حتى لو المادة العضوية دي متحللة، يعني حصل لها تخمير زي الكومبوست ده مادة عضوية متحللة. الرملة دي بيبقى فيها أملاح، خلاص الأملاح دي لازم تتغسل، ما ينفعش اخد الزرعة واحطها بالطريقة دي هنا، ان كده الزرعة اللي انا هحطها هتتشعب. طيب اوريكم حاجة تاني هنا حديثة اهي، احنا بنصور بالليل. دي شجرة خوخ فلوريدا، ظهرت بدري. ايه اللي يخلي نباتي ظهر بدري كده؟ قلة التغذية تخلي نباتي ظهر بدري بالطريقة دي، الى جانب التغيرات المناخية. يعني ايه تغير مناخي؟ يعني حر برد برد حر. احنا في جو دلوقتي، احنا في يناير، النهارده 7 يناير اعتقد او 6 يناير، 7 يناير. جميل. الجو بالنهار دافي، بالليل بارد، خلى شجر برضو ليمون زهر اهو. خلاص، يبقى النبات لما بيزهر في وقت غير وقته ده قلة التغذية مع التغير المناخي يعمل كده. النبات القوي متغذي كويس واكل كويس مش هيحصل فيه الكلام ده. تمام، وتحياتي لكم جميعا.